مرحبا، معكم دكتور محمد الفاتح من شركة سباركل لخدمات الدراسة في روسيا. بشرى سارة لجميع الطلاب اللي حابين يقدموا للهندسة. الليلة حتكلم عن واحدة من الجامعات من جامعات الهندسة الميكانيكية والمشهورة جدا والعريقة جدا، جامعة عمرها 125 سنة. السنة دي بيحتفلوا بعام 125 لتأسيس الجامعة، يعني من أقدم من كلية جوردن. هي جامعة الخرطوم. معظم عندها تاريخ طويل جدا جدا. تأسست في 1898 وحاليا بتقدم أقوى برامج الصناعية والميكانيكية، بالإضافة إلى هندسات التصميم والمعمار. نشوف بصورة مقربة شكل الجامعة دي كيف، وناخذ لنا فكرة سريعة كده أو لمحة تاريخية سريعة عن الجامعة. Sparkle with us. نيجني نوفغورود ستيت تكنيكال يونيفرسيتي من أجمل المباني وأجمل المواقع والإطلالات على نهر الفولغا. تأسست في 1898 في الفترة الإمبراطورية، ومرت بعدة تغيرات ومراحل. تغيرت الجامعة في حسب المتطلبات العصرية في تلك الفترة، ومرت بالحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وانتقلت من إدارات مختلفة تحت مسميات مختلفة، لكن التأثير التاريخي واضح، حيث تم إصدار العديد من الاختراعات والابتكارات والإنتاجات اللي بتكون موجودة في مداخل والمنشأة. لما تجي مر من جنبها بتشوف كل المنتجات التاريخية الموجودة والصادرة من هذه المنشأة. مصنفة واحدة من أفضل 100 جامعة على مستوى روسيا. يعني بجد حاجة جميلة جدا وتاريخ.